شُهدت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في لقاء مليء بالإثارة والتشويق حتى اللحظات الأخيرة. دخل ريال مدريد المباراة بقوة على أرضه مع دعم جماهيري كبير، محاولا فرض أسلوبه الهجومي منذ البداية. في المقابل لم يتراجع بايرن ميونخ، بل اعتمد على السرعة والهجمات المرتدة الخطيرة، مما جعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. الشوط الأول شهد فرصا خطيرة من الجانبين، حيث حاول نجوم ريال مدريد السيطرة على وسط الميدان، بينما رد بايرن بهجمات سريعة كادت أن تهز الشباك في أكثر من مناسبة. ومع بداية الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة بشكل كبير، وبدأت الأهداف في الظهور وسط حماس جماهيري كبير. التكتيك، التركيز واللياقة البدنية كانت عوامل حاسمة في هذا اللقاء القوي. المباراة لم تكن سهلة لأي طرف، حيث تبادل الفريقان السيطرة والفرص في صراع كروي يعكس قيمة الفريقين الكبيرين في أوروبا. مواجهة من العيار الثقيل تؤكد أن الصراع ما زال مفتوحا قبل مباراة الإياب. من تتوقع أن يتأهل، ريال مدريد أم بايرن ميونخ؟ لا تنسى اللايك والاشتراك للمزيد من ملخصات دوري الأبطال.